حكم على شابين في مهدية جنوب العاصمة نهاية مارس بالسجن ل7 أعوام بعد نشرهم لصور كاريكاتورية عن النبي محمد عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. الخبر نشرته المواقع التونسية والمدونات وكدته وزارة العدل. ينضم إلينا من تونس مراسل فرانس 24 عبد الرزاق قطبيب. عبد الرزاق، ما خلفية هذه القضية وما هي طبيعة التهم الموجهة إليهما؟ نعم، في الواقع نظرت الدائرة الجناحية التابعة للمحكمة الابتدائية بالمهدية، هذه المحافظة التي تقع على بعد 150 كيلومتر شرق العاصمة، نظرت في قضية رفعها عدد من المواطنين والمحامين تتعلق بنشر شابين أصلي المنطقة لصور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مرفوقة في الواقع بتعاليق منافية للأخلاق الحميدة. القضية نظرت فيها المحكمة وقد قضت بسجن المتهمين، أحدهما في حال فرار لحد هذه الساعة ب5 سنوات سجن وخطية مالية ب2200 دينار من أجل ترويج ونشر كتابات من شأنها تعكير صفو النظام العام كما قالت المحكمة. وسجن المتهمين أيضا لمدة 2 من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، و6 أشهر سجنا أيضا من أجل الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالإشارة والقول وتحميل المصاريف القانونية على المتهمين، مع الإذن بالنفاذ العاجل في خصوص العقاب البدني المحكوم به في حق المتهم الذي يتواصل فراره لحد هذه الساعة. شكرا جزيلا لك عبد الرزاق بمراسل فرانس 24 في تونس.